نبيلة الشمايلة، والدة الفنانة التشكيلية الأردنية رندا المعايطة، وهي فنانة تشكيلية يعني اشتهرت على مستوى الوطن العربي والأردن برسوماتها التشكيلية بعد ما فازت بعدة مهرجانات ومسابقات على مستوى الوطن العربي. الحمد لله رب العالمين برزت موهبتها من عمر 5 سنوات، لكن بعد دورة في الفن التشكيلي بالكرك 20 ساعة أصبحت موهبتها على مستوى. لا زالت بحاجة لصقل هي، لكن صارت ترسم رسومات يعني عالية المستوى، جذبت انتباه أكثر الفنانين لها، وتم عمل 3 معارض لها بمسرح عمون، والآن هي مشاركة ببازار الخيري لاتحاد الإغاثة وحقوق الإنسان اللي وعدونا إنهم يتبنوها رسميا إن شاء الله بعد شوية دراسات إن شاء الله. وهي منتمية لجمعية العمل الصالح كمان، هاي نشرتها إعلاميا، وجميع الأطفال الآن متابعينها برسوماتها وفنها، وأي بازار أو مهرجان بتعمله جمعية العمل الخيري الصالح عم بتشارك رندا فيه، فحبوها كثير الأطفال. وهي مشهورة على مستوى الوطن العربي، عملت معها عدة قنوات تلفزيونية لقاءات، وكتبت عنها الصحف الإلكترونية. تم تكريمها في عدة جامعات أردنية، منها الجامعة الهاشمية وجامعة مؤتة والأردنية الحمد لله رب العالمين. والآن يعني أنا أسعى إلى أنها تحمل اسم الأردن عاليا وتحلق في السماء العربية وسماء الوطن العربي والعالم. يوم الجمعة إن شاء الله عندها معرض بمشاركة 82 فنان من جميع العالم، فالآن يعني هي الطفلة الوحيدة اللي بدها تشارك بهذا المعرض تحت إشراف الأستاذ محمد الهزايمة. والحمد لله رب العالمين بلش الحلم يتحقق، إنه الكل يعرفها الحمد لله رب العالمين، لكن إنه رسميا للآن لم نجد من يتبناها ماليا ورسميا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك من يتبناها رسميا وماليا. أنا أترك الآن للسيدة رئيس جمعية العمل الصالح منتهى داود تتكلم عن بنتي إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم، أنا منتهى داود مدير جمعية العمل الصالح الخيرية. طبعا أنا بوجه جزيل شكري للسيدة الفاضلة نبيلة الشمايلة على اعتنائها بابنتها رندا المعايطة، الطفلة الفنانة التشكيلية. أنا من خلال اطلاعاتي على الفيسبوك طبعا تعرفت على نبيلة وتعرفت على رندا، ودعيتهم لعندي في مهرجان تعالوا نفرح في حدائق الحسين، وكانت كثير مبسوطة وكانت منفعلة. وهي اليوم كان بزيارتنا لمدة 3 أيام لحضور بازار خيري والاشتراك بالبازار الخيري من قبل الاتحاد اللاجئين لحقوق الإنسان. وأنا بتمنى على القائمين في الأردن من رجال الأعمال، رجال أصحاب الشركات، أصحاب الأموال، أصحاب البنوك، إنهم يتبنوا يسقلوا هاي الموهبة للفنانة الطفلة التشكيلية رندا المعايطة، ونتمنى إنها تكون جهود جبارة على توصيلها إلى ما تصبو إليه هي ووالدتها اللي قاعدة عم بتجاهد معها وقاعدة عم تدعم فيها لأنها تظهر هاي الموهبة على مستوى الأردن.